السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق، كل متابعين قناة الإسلامية للأرانب والأعلاف على دماغي من فوق، كل مشترك معانا جديد على راسي من فوق يا جماعة. يا ريت لو انت أول مرة تنورنا أو تشوف القناة بتاعتنا، يا ريت ما تنساش الاشتراك بالقناة، فعل زر الجرس لو انت مهتم وحابب في مجال الأرانب عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل تبني مع الامهات، والحمد لله الامهات اللي كان في الفيديو السابق الامهات ولدت، وهنعمل تبني في امهات جايبه عدد، في امهات جايبه عدد كبير، في امهات جايبه عدد على القد، فالحمد لله. وبرحب بالناس اللي اشتركت معانا في القناه جديد، وكل الناس اللي بتتفاعل معانا على القناه على دماغي من فوق. يلا نشوف يا جماعه الخير والخير قد ايه، ويلا وما تروحش بعيد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اخوك في اللايك. ادي يا جماعه اول جايبه يا جماعه 9. طبعا مش محتاجين اللي احنا نخف. طبعا ادي 3 يا جماعه، 3 5 و4 9. طبعا دي طبعا مش هنحط لها ولا ننقص ولا نزود، كفايه عليها التسعة، هنعرف نقومهم باذن الله. بس اهم حاجه لو انت مربي لسه مبتدئ، اللي التسعة دول يطلعوا هما التسعة، يعني ايه، حاول على قد ما تقدر انك تطلع التسع ارانب دول. نخش على الام التانية. دي الام بتاع برضو الفيديو اللي فات، الام البابيون. تعال نشوف هي جابت كام. طبعا يا جماعة احنا في قلب الخلف اهوت، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كده يا جماعة الام ديت جايبة معاها 6 يا جماعة. طبعا دي ممكن نزود لها 2، جايبة 6 هنزود لها 2 يبقوا كام؟ 8 يا جماعة. كده ما يزعلش، والام تقدر تقوم بيهم برضه. تعال نشوف بقية الامهات ونرجع تاني هنا. وطبعا دي ام يا جماعة سيامي او الهارد كوين، برضه والدة. طبعا يا جماعة ادي الخلفة بتاع الام الهارد كوين، لما نشوفها جايبة كام يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. 2 4 6 7 يا جماعة. هنزود لها 1 ونشوف الامهات التانية. ودي ام فلاين يا جماعة، لو انت من عشاق الفلاين وانا رقم 1 من عشاق الفلاين يا جماعة. تعال نشوفها جابت كام. بسم الله بسم الله ما شاء الله. دي جايبة عدد كويس برضو يا جماعة، مش هنضطر نزود لها خلفة، كفاية عليها ال8 دول يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ودي ام اسكندريه يا جماعه، برضو انا بحب برضو الاسكندريه. تعال نشوفها جابت كام ونشوف مع بعض. طبعا يا جماعه الام دي جايبه عدد اهيت حوالي 2 3 5 6 7 8 9 10. دي جايبه 10 يا جماعه، هنضطر ان احنا نشيل منها ونحاول نظبط الامهات مع بعض. عشان كده بقول لكم حاولوا تظبطوا الامهات مع بعض، بحيث تدخل الامهات تتلقح في يوم واحد، بحيث ان تعرف تتفادى المشاكل دي. طبعا يا جماعه هناخد من هنا ادي معاها 10، هناخد من لو يكن 3 يا جماعه، هناخد منها 3. ادي طبعا يا جماعه هنشيل ادي 2 ادي 3 يا جماعه، شلناهم. ودي الام يا جماعه اللي جايبه اللي معاها 7، هننسب لها 1 وناخد 2 للام اللي جايبه 6 فوق. طبعا يا جماعة دي الام اللي معاها 6، هنحط لها ال2 دولت. طبعا ال2 دول مختلفين عن اطفالها التانيين. طبعا احنا كده عملنا تبني. بقى الام ديت معاها 8 والام دي معاها 9، والامهات التانية في معاها 7 وفي اللي معاها 9، هنعرف نوفقهم زي ما عودتكم في الفيديو دي، انك تعرف توفق الامهات. ولو الام ما نتفتش معاك كويس زي ما انت شايف كده في قلب الصندوق مليان بالشعر، تحاول برضو تجيب قش. ولو الام منتفه شويه بساط زي دول، انك تعرف تحط قش وتنزل عليهم الشعر، يبقى انت كده تفادت الموضوع عشان خاطر الساعه اليومين دول. اذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك لاخوك. لو انت اول مره تشوفنا في القناه ما تنساش تشترك معانا في القناه، فعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.